تحية طيبة للجميع، حياكم الله إخوان والأخوات محبي ومتتبعي قناة الجريدة الوطنية التحدي. فريق القناة يشكركم جزيل الشكر على ما تقدمونه لهذه القناة الفتية، قناة بلازواق كما أسميناها. حيا الله الجميع، ممتنين لكم وللإخوة والأخوات بالداخل وبالخارج. الأحداث تتوالى الإخوان، والمهازل والمسرحيات وما كان مخفيا أصبح واضحا. أستاذي السي محمد، شفنا تلك المسرحية التي قامت بها التوانسة. للأسف الشديد قلنا لهم وحذرناهم أن هذا النظام الجرب المجروب الذي غادي يقول لك عليا وعلى أعدائي غادي يأخذ معاه العديد، سيأخذ معها تونس لا محالة. شفناهم أستاذي الكريم في هذيك ما يسمى بديك المسيرة اللي داروها، قال لك انهم يتعاطفون وكذلك مع غزه، حتى فات عليه حتى احمد من 7 اكتوبر ما بانوش، كثرت عليهم كلام وارادوا ان يسوقونها هؤلاء عباد الشعارات. شنو كيفاش مشوا في الصحراء ثم اصبحوا طريده، اصبحوا اتضح انهم بدأوا يطلبوا في الطواليتات عافاكم الله، وما من يدعمهم. الجزائر استاذي الكريم بعدما انها لصقت لهم كل هذه المسيرات وهذا ما يسمى بدعم غزة وكذا، علاش تتبرأ منه الجزائر وتلصقه في قيد سعيد؟ قيد سعيد هذه المرة شفنا ماذا وقع بما يسمى بالسفن، سفن الحرية. معنى الله عليكم، فيكم الشعارات بزاف والكذب لسنوات وسنوات، والآن قضية هذا التسويق لن تنفعكم. هل النظام الجزائري أستاذي الكريم يريد أو يورط أو ورط قيس سعيد بما يسمى بسفن الحرية؟ حي الله الجميع. شكرا سي عبد الحي. السلام عليكم والسلام وصول الاخوه والاخوات اللي تيدعموا هذه القناه هذه اللي باقا في البدايات ديالها ولا زالت فتيه. لا لاحظت يا سي عبد الحي ان في التطور خطير اللي وقع سواء في شمال افريقيا او في الشرق الاوسط. خرجت وزاره الداخليه التونسيه البارح نهار 3/9 في هذا الشهر هذا، ودارت واحد البيان تتنفي فيه ما تم التداول ديالو حول سقوط مسيره على احدى السفن الموجوده بميناء سيدي بوسعيد بتونس. وقال البيان ان القصف المسيره لا اساس له من الصحه. الى هنا مع البيان ديال وزاره الداخليه ما كاين مشكل، وانه عاري من الصحه، ان الحادث مجرد حصول تماس. قال لك في الستره هذاك الجيلي ديال السبطاج، قال لك الشعب بالله عليك واش هذا منطق؟ بالله عليكم واش هذا منطق ان الجيلي تشعل فيه العافيه وحده؟ هادشي دابا متى وقع هذا الحادثه؟ نهار 8 نهار 2 قال لك الجيلي شعلت فيه العافيه وواقع ما واقع. مجرد اشتعال حريق بستره النجاه اللي ادت الى اشتعال النار. معليش كما تيقولوا الجزائري، معليش. وبعيد سيدي عبد الحي عن نظريه المؤامره، كاين مشكل، لكن من حقنا نطرحوا السؤال سيدي عبد الحي. راه شمال افريقيا هذا راه اتحاد مغاربي، واللي دار يدو في النحس يجلب النحس اخي الكريم. هذه حقيقه، هذه حقيقه طبيعيه في سميتو في الدنيا. كيفاش اخي الكريم ان نفسروا حريق احدى السفن من ضمن 20 سفينه؟ دقيق معايا على الاعداد اخي الكريم، 20 سفينه، توقيل اكثر من 45 فرد مشاركين المشاركه في فك الحصار على غزه. هنا ما كاين مشكل، الهدف نبيل صحيح، لكن في اليوم التالي اي نهار 3 البارح تم استهداف سفينه اخرى عاوتاني بنفس الميناء في نفس الميناء. واش هي صدفه سيدي عبد الحي ولا خطا بشري؟ انا بغينا نعرف واش خطا بشري بحال الاول. ما كاين مشكل، انا لا اظن، انا شخصيا لا اظن. بعض المشاركين في السفن بجوج ذكروا ان السفن تعرضت لهجوم بواسطه طائره مسيره. ربما المستفيد شكون هو من هذا الاستهداف؟ هو اسرائيل، باش نكونوا واضحين. ولا النظام التونسي ما قدرش يقول شكون هي الجهه. كانت عنده الجرأه واحد الوقت، لا عقلتي ابو نضال حين تم استهداف ابو نضال وابو جهاد، كانت عنده الجرأه عند التوانسه هذيك الساعه، ومشاو لمجلس الامن ورفعوا دعوه. انا شفتهم هذه المره ضربوا الطم. قال لك لا، هي الاولى ستره حارق، الثانيه ما عرفتش ما عرفتش قالوا كاع، ربما يقولوا بريكا، ربما سخنات، ربما يقولوا شي عجب اخر. فعلا اخي الكريم، وتم فعلا نشر فيديو تيظهر سقوط جسم مشتعل على السفينه. لكن اخي عبد الحي بكل بساطه اخي الكريم وكل المتابعين والمتابعات، بالله عليكم لابد نطرحوا السؤال عفوي. السفن ال20 منين جات؟ قدمت من جنوب اوروبا،
اسبانيا، البرتغال، كذا، انجلترا، سميها ما شئت اخي الكريم. وغير، لماذا لم تقبل السلطات الجزائريه رسوم السفن بالموانئ الجزائريه بجايه وكذا؟ وعلاش؟ هذا سؤال من حقنا نطرحه السي عبد الحي. لماذا لم تسمح السلطات الجزائريه برسوم هذه السفن بالموانئ الجزائريه؟ مجرد سؤال. بالله عليك السي عبد الحي، اليست الجزائر قبل الثوار؟ اليست اخي الكريم هي مهبط النضال ونصره القضايا العادله؟ نورمالمون هي كان عمهم تبون ياخذ هذا الشرف هذا، يقول السفن اجي عندي ونعطيكم الماكله وكذا وتشارجي وداك الشيء ديو قطاع غزه من المفروض. ثم لماذا تم توجيه كل هذه السفن اخي الكريم التضامنيه الى ميناء تونسي؟ بالله عليك، مجرد سؤال. هل العمليه اخي الكريم بريئه؟ بكل بساطه النظام الجزائري صراحه يناضل وناصر القضيه الفلسطينيه بالشفاوي، والله العظيم الا بالشفاوي. شفنا عمار بن جامع في الامم المتحده راه خدام تينقز كذا، حتى ديال الصومال تينقز، حتى ديال موزمبيق تينقز. ماشي واش هذا هو الدعم؟ انا هادشي اللي بكل بساطه نظام الجزائر لا الا بالشفاوي والبلا بلا بالمحافل الدوليه فقط، لكن عمليا يمتهن لعبه اعمل نفسك ميت. سمعتي خرج شي بيان دابا ياك جواريهم تم القنبله حداهم، سمعتيهم قالوا لا اخي الكريم اعمل نفسك ميت. الجزائر خاطيني، الجزائر خاطينا هاكا، هذه ديدانهم، وهي عادت تبلبيل اخي الكريم، عادت هاد التبلبيل هذا فقط. الخلاصه زي عبد الحي، اين تم قولبه ديال الرئيس؟ اذا تم قولبه الرئيس قيس سعيد، والله الا تم قولبته بنجاح. قولبوه بالمعقول، خذ كما السفينه ديال هذيك اللي قلتي قبيله، الرحله اللي مشاو منين انطلاق من تونس على الجزائر، مالها بحنيه على ما القافله ما تخرج من الجزائر. شتي المعلمين يتفادون، ما عندهمش كوفيين هما، ما عندهمش تركت بوحماره، ما عندهمش، لا والله ما يخرج واحد. وتم قولبه قيس سعيد. اضيف السي عبد الحي لان اقرب شكون هي اللي قريب، واش الموانئ الجزائريه ولا التونسيه؟ الموانئ الجزائريه هي اللي قريبه من جنوب اوروبا. كان على الاقل على عمهم تبون ينال شرف استضافه هذه السفن، سفن الحريه، عوض تصدير الكره الملتهبه الحاميه الى تونس. علاه اخي الكريم؟ اللي فيها تونس، اللي فيها يكفيها، على زدتي لها تلك السفن وشفنا ما وقع اخي الكريم. اذا اخي الكريم كل شيء ضرب الطم، ولا احد قدر يحدد الاسباب ديال الحريق ولا المشتبه فيه يذكروا بالاسم، والله ما قدوا. اما في المشرق السي عبد الحي كان القصف ديال قصف الكيان بالعلالي عينا بينا على مكان اجتماع قاده سماح، القاده كلهم الزمره تم منادات عليه من العالم اخي الكريم. مشعل جابوه، خالد مشعل جابوه من قنت، هذاك الحيه جابوه من قنت، جمعوهم. من سرب المعلومات الزي عبد الحي؟ من سرب المعلومات انهم كاينين في مع داك حي اللؤلؤه وشي من هذا القبيل؟ بالله عليك جمعوهم كاملين تما. القصد ديال الكيان اخي الكريم كان بالعلالي، ما كان اجتماع قاده سماح هنا. وامام هذه اللخبطه في مصير المنطقه اخي الكريم، واللي فاهم يفهم. دولة قطر من حلفاء امريكا ويفهمونا، انا والله العظيم قلت اللي فهم واش من حلفاء امريكا، نعم ام لا. وتضم اخي الكريم تضمن اكبر قاعده عسكريه ديال العديد امريكيه في قطر، صح؟ صح. فسميتو ديال الحمله الانتخابيه ديال نتنياهو شكون؟ مش من اموال قطر، من اموال قطر، وفضحها اكسيوس وفضحها جميع الاعلام الغربي قال اخي الكريم. انا فهمونا، انا قلت اللي فهمنا. بالله عليك اموال قطريه لدعم نتنياهو اكبر قاعده. ثم ترامب ما جاش وجمع الحصيصه كاع من الخليج يا جماعه، وقطر ما عطاتوش طائره هديه ب 500 مليون دولار. اللي فهم يفهمنا، انا والله ما فهمت. دوله قطر اخي الكريم من حلفاء امريكا و ثم قطر اخي الكريم انا ما فهمت. امريكا تقول، قال لك خبرنا قطر عن موعد الضربه، هكا قالت امريكا، موقع اكسيوس موجود. وحتى بعض الصحف الامريكيه قالت لك امريكا خبرات قطر بالضربه. وقطر اش قالت؟ قالت لك سيدي امريكا ما خبرتنا الا بعد الضربه. واسرائيل اش تقول؟ ان ضربنا بمباركه امريكيه للضربه. بالله عليكم اللي فهم شي حاجه يفهمنا. انا فهمتني بحال ديك الضربه ديال ايران، ضربه. اتفاعل معك في هذه النقطه، نتفاعل معك في هذه النقطه. هنية كذلك استاذي الكريم، الم يموت في احضان الايراني قضيه ابو زميره استاذي الكريم، بقضيه اعطاء احداثيات عليه، الم يموت
احداثيات حتى على الحرس الثوري، ما وقع في هذيك الحرب ديال 11 اليوم في الضرب، تيقول لك تلقينا معلومات انه الضرب. اذا جلبهم والناس راه على يقين. الا تظن ان هذه لعبه استاذي حتى تسترسل في الكلام نفيقوا بها بصبع زرق حتى ديال الداخل ديالنا ان الامر اصبح مكشوف. الامر اصبح مكشوف والتخلص من هؤلاء اصبحت عمليه مركبه داخل فيها الشكلي مع العكلي. استاذي الكريم سامحني، قضيه هنيه انا اثرت لك، قضيه قتل العديد من القاده واعطاء الاحداثيات وحتى جمعهم وتجمعوا قال لهم فين مجموعين. والله اختلطت استاذي الكريم، والله اختلط. بالله عليك الزعيم عبد الحي، سؤال منطقي واخا نكونوا تناكلوا التبن. هذيك الضربه ديال ايران اللي ضربت القاعده العسكريه الامريكيه، وسمعتي شي جارح؟ سمعتي شي اثار؟ سمعتي شي ديغا؟ والو. ماذا كان رد القطري؟ واش قالوا سنرد في الوقت المناسب؟ والو، السكات. اذا سيناريو، ملي تنقول برا سيناريو محبوك، كل شيء مشارك، كل شيء. بالله عليك انا بغيت سؤال السي عبد الحي. 15 طائره تخرج من تل ابيب، 15 طائره حربيه، وتمر على كل الدول العربيه، من لبنان، من سوريا الى لبنان، الى المملكه العربيه السعوديه، الى الامارات، وتضرب في قطر. بالله عليك، ورا رادار واحد، اشاره واحده. واش انا كنت سمرتل ولا؟ وعباد الله، واش ما كي رادار يقولها هما دايزينها هما كذا؟ هذا اخو الكريم راه محال. ثم السي عبد الحي، اين هو درع الصحراء؟ فين هو؟ ما كاينش هذاك درع الصحراء بين الدول الخليجيه، فين هو تفعيل فين؟ ثم فين هو ذاك ميثاق الدفاع المشترك ديال الدول العربيه؟ واش يضحكوا عنا هادو؟ انا هادو بغيت يوصل لهذوك تركت بوحماره ديالنا اللي تسحب لهم نيت. راه كاينه بالله الذي لا اله الا هو، وتجروا علينا يا مسخ الوالدين شي لما، وفي الاخر ما نسمعوا الا ندينوا ونستهجنوا، كما فعلوا العرب حاليا. اخي الكريم، انا كنا نقولها سي عبد الحي، واش ما كناش ضربت سوريا وضربت اليمن في اسبوع واحد، وضربت لبنان وثم تونس واخر وقطر؟ اخي الكريم في الاخر، بالله عليك، اين هو درع الصحراء؟ واين هي الدفاع المشترك ديال الدول العربيه؟ ليش من هذا القبيل؟ ما كناش نقولوا لكل الدول لا تعبثوا باستقرار الدول. شحال خرمزوا فينا حنا، لا قطريين ولا بلا ما نذكر الاسماء ديال الدول، ما خلاو ما داروا. اخي الكريم، ما خلاو ما داروا. يمكن الدور ياتي عليكم، كنا نقولوا سياتي الدور عليكم. وقالها الراحل القدافي في اخر الايام ديالو بمقاله ديالو، خلي تذكرتي هذه اخرتها يا قطر، سياتي الدور عليكم. وكان صادقا. هذا الدور يا اخي الكريم، وهي فعلا رساله الى كل الطابور الخامس، كل الطابور الخامس، واي جهه اخي الكريم لا يدوم الا الوطن. نقول اخي الكريم، أي لا يدوم الا الوطن اولا واخيرا، المغرب ثم المغرب. ونذكروا السي عبد الحي، لا ذكرتي، نذكروا ديك تركت بوحماره، تصريح الوزير الاول وكان وزير الخارجيه حمد بن جاسم، ماذا قال لجريده كويتيه؟ قال بعظمه لسانه، او قناه كويتيه بعظمه لسانه: كنا فعلا نعطي اموال رشاوي لسياسيين وصحفيين في العالم العربي والعالم الاسلامي باش يضربوا معاكسه الانظمه ديالهم ويضربوا الرموز ديال بلادهم خدمه لاجندتنا. والتصريح راه مازال كاين، وفيها تركت بحماره ديالنا بلا ما نذكرهم بالاسم. ومنين تيشنقوا عليهم اخي الكريم القضاء المغربي وتيحاسبهم، تيقولوا مستهدف حريه التعبير وحنا مستهدفين والتضييق على الحريات، بينهما معاول اخي الكريم لهدم هذا المغرب. هذه حقيقه. ثم اخي الكريم تيقول لك لا وتكميم الافواه، لا وكذا، والتضييق على حريه التعبير. بين حمد بن جاسم قالها بالحرف اخي الكريم، بقى يقول بالسميات: كنا نعطي رشاوي الى صحفيين وسياسيين واخيرا اخي الكريم، نداء الى الكوفيين واصحاب تصفيه الحسابات مع السلطه ومع الدوله تحت شعار نصره فلسطين: وابعدوا على المغرب، وبعدوا عليه الفتنه ديالكم الهادفه الى ضرب الاستقرار ومصالح البلاد. خليونا بذاك الوش ديالكم. اما الموقف الرسمي المغربي واضح وجلي: النصره بالفعل على الارض وليس بالمسيرات والمظاهرات المشبوهه، وفيها ان واخواتها. اقول هذيك المظاهرات كذا فيها ان واخواتها. نقول السي عبد الحي، بالله عليك لا تبعنا هاد الكوفيين وجا الكيان غادي يحشم منا زعما
والله تيفرشخنا بالله بعد ما يعقل على الحلفاء ديال امريكا وبالحركه دابا بالبعد. ضرب في شمال افريقيا وضرب قطر، والله ما يعقل على شي واحد. ديك الساعه فين نشدوا في الكوفيين، ونشدوا في ابناء المتعه، ونشدوا في ابناء ايران. والله العظيم ما يعقل. شو ايران كي دخلت سوق راسها، سمعتي شي كذا ولا لا؟ الشفاوي كل شيء خدام بالشفاوي، نودينو ونانا ونحن مستعدون ونحن وقيلوا لنا دوك الزكير ديالكم، وقيلوا لنا اخي الكريم. نقول للمنتمين الغجر، هذوك ماشي مغاربه والله الا غجر دسا في هذه اللحمه المغربيه، دسوا في هذه الامه المغربيه. غجر لعم الله جدودهم فين كانوا. اخي الكريم، نقول اخي الكريم لا تكونوا من محال من اصلاب المغرب. لا اشك انا اخي الكريم ان من اصلاب المغرب القدماء، لا اشك والله العظيم. خليونا ذاك سميتو. شوف المغرب موقفه واضح، نصره القضيه الفلسطينيه بالافعال وبالماديات على الارض وبالمواقف. من فك ذاك المعبر مع الاردن اليس بتدخل عاهل مغربي ثم المساعدات كذا. خلينا من الشفاوي. اما تمشي الامم المتحده وبلا بلا بلا وتخرج مسيرات وتدخل لا تجدي نفعنا اخي الكريم، حتى لا تتعرض بلادنا اخي الكريم كما حدث لقيس سعيد او كما حدث لحامد بن هذا الشيخ حامد. لا نريد ضررا لبلادنا. ولك الكلمه اخي. صحيح. حتى هذا لك يقول لك احنا والله لو كنتم فلسطينيين بحالنا حتى النخاع وكان يا سلام ضيعتم المسار السياسي وعرفتوه. حتى هذه الجماعات الاخوان حين اعبنا قضيه الغزوه الموتوسيكل كما سميتها، حتى بالمفهوم الديني العقيدي ديالنا حنايا، قلنا لهم كيف يموت عند الروافض هؤلاء اصحاب الدعوه والجماعه وكذا والخواد، وماذا استفدتم؟ تعتقلون عسكري، تدخلون في مفاوضات، تعيدونها علينا 70 سنه. هذه كل سنه مره او مرتين في الخوات ديالكم. دخلتم حتى بالمنطوق الاسلامي، اي باب الجهاد وعندنا كبير، اعدوا له ما استطعتم من عده وفيه استشاره حتى على المنهج النبوي، وخلفناكم على الشيء ثم قلتم لنا ان عدتمونا باقدح نعود. نقول لكم شوف الامور بخواتمها، القلوب ماشي صافيه، كنتم تتاجرون واليوم بغيتوا تبقاو مخوضه تاكلوا وتشربوا على المساعدات، شدوا عسكري، دخلوا في مفاوضات. الا هذه المره اعطيتوهم واحد الفسحه كبيره اللي محقوكم محقا. القطريين سكتوا، قيسون سيورطك تبون. هذه ربما سنعود لمحور الموضوع وهو قريب جدا الاخوان. هذيك الفقط الراس ولا الحرام تيمسحوا يقول لك يكوي وبخو، ثم يقول لك ما كاش منا احنا ما عندناش وسيبيعونك بلا شيء يا قيسون. هذا جاي سيجعلونك ربما عبره للاخرين. اما قضيه الجهاد وهذا لما طلعت فيها وغادي نكونوا مع الاستاذ محمد، عيب عليكم الاخوان تقولوا واش مقاومه ولا مقاومه. خرجت دارت موتوسيكل، مات الالاف والمئات الالاف ولا زال. ماذا استفادت؟ على من تعود هذه المساله؟ ومن سيحمل المسؤوليه اللي ما عندوش تخطيط لا استراتيجي ولا حتى ديني؟ وهذه مساله اصبحت واضحه ومسرحيه انكشفت خيوطها. حيا الله الجميع. شكرا استاذ محمد. ترقبونا كما قلت لنا طلعات اخرى. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.